ميسي حصل على كأس العالم للشباب مع منتخب الأرجنتين عام 2005، وكان أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة ب6 أهداف بالرغم من خسارة نهائي كأس العالم 2014. بس ميسي كان أحسن لاعب في البطولة، يعني على الجانب الفردي كان الأفضل. ميسي وصل مع المنتخب لنهائي كوبا أمريكا 4 مرات: 2007 و2015 و2016 و2021. ده بغض النظر انه هداف التاريخي للأرجنتين ب76 هدف. ميسي قدم السنة دي بطولة خرافية في كوبا أمريكا: 5 أسيستات و4 أهداف، يعني مشارك في 9 أهداف من أصل 11 هدف لمنتخب الأرجنتين في البطولة كلها، منهم 2 من فاولات. يعني أفضل هدف وأفضل صانع لعب في البطولة كلها. ميسي أكتر لاعب يساهم في الأهداف طوال تاريخ كأس العالم برصيد 21 هدف، 13 هدف و8 تمريرات حاسمة، وهو أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين، ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للفرص طوال التاريخ، وأول لاعب يساهم في 10 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم بعد الراحل دياجو أرماندو مارادونا في 1986. ميسي أكثر لاعب ارتدى شرط القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة، وهو أكثر من لعب دقايق برصيد 2814 دقيقة، وهو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدف، متخطين رقم اللاعب جابرييل باتيستوتا برصيد 12 هدف. كمان هو أكتر من شارك في مباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة، متخطين رقم الألماني لوثر ماتيوس، وهو أول من ياخد أحسن لاعب في 5 مباريات من نسخة واحدة في تاريخ كأس العالم. والمباريات ال5 اللي خدهم ميسي أحسن لاعب هما المكسيك واستراليا وهولندا وكرواتيا وأخيرا فرنسا.